السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم أينما كنتم. بعد هاد الغيبة هادي جيتكم هاد النهار ويني للأسف ما كنتش باغي نجيب هاد الفيديو، ويني يعني شدتني يعني الغدايد والفقيس اللي خلاوني نجي باش نهضر. هاد الفلسطيني ما يعرف بفادي، هاد البغل هذا اللي عاش في المغرب هادي 14 عام وكلا وشرب، خرج فيديو اخر من بعد واحد الصمت. سمعوا باش بادي. المسلمين اللي بيخافوا الله، مش لكل المغاربه، هذا الفيديو موجه للناس اللي عملوا عليه الحمله، الساقطات، العاهرات، فتيات الليل، القوادين، الشواذ. حاشاكم الاخوان، سمعوا الهضره اللي راه يقول على المغاربه والمغربيات. هاد المغاربه والمغربيات اللي استضفوه في هاد البلاد وكلا ملحهم وكلا طعامهم ملحهم وعاملوه كواحد منا. شوفوا سمو راه يقول علينا، فهمتيني؟ وبارك كيفرق فينا على اساس انه كاينين المسلم، حنا مسلمين وكفار، فهمتيني؟ كيفرق باش هذا يتعاطف معاه. انا بعدا ما كنتعاطفش معاه، انا هذا السيد هذا ما كنتعاطفش معاه. انا هذا السيد انا كنفضل اسرائيلي عليه صراحه. عمرني شفت شي اسرائيلي او يهودي خرج كيسب في المغرب ولا في المغاربه. اسرائيلي نضف من هاد البغل هذا هاد الكلب هذا اللي كلا الخبز ديالنا وكلا الملح ديالنا وراه كيعاير في الشرف ديالنا. شوفوا مع القوم اللي راحنا كنعيشوا معاهم، اللي كندخلوهم لهاد البلاد، اللي كيدخلوا لهاد البلاد وياكلوا ويشربوا ويعيش مفطح. ما كاينش اللي ما تهلاش في هاد السيد هذا، في هاد حاشا واش يكون سيد. هاد البغل هذا ناكر الخير، فهمتيني؟ هذا كون كان راجل كيسيادو كون راه في فلسطين. اما كيعرفوا لهم غير الاسرائيليين. قسما بالله ودي الاخوان بحال هاد النوع راه الاسرائيليين هما اللي حافظينهم. غنقولها لكم منا، فهمتيني؟ هاد السيد اللي حنا كنا هازين وكذا راه شكون اللي كيعرف له؟ هما الاسرائيليين اللي كيعطيوه علاش كيستحق. سمعوا له، كملوا معايا كملوا. غادي ما غاديش ديروا الفيديو كاع وين غير شويه. انت اسمع، كل اللي طلعوا عليا في الحمله ضد فلسطيني وبنته تمام، الحمد لله فيش فيهم واحد نظيف. يا اما شاب، يا اما فتاه ليل، يا اما ساقطه، يا اما مسيره للدعاره بين قوسين القواد. ما عندهاش معنى ثاني. اسمحوا لي على الهضره، انتم مستغربين يمكن من الكلام، مش متعودين على دابا هاد البغل هذا قال لك اسيدي راه هنا في المغرب وكيتحدانا. انا صراحه كنت تلاقى به، صراحه ما نكذبش عليكم اخوتي. انا راه اش نقول لك، الجديله جهد الله، واني صراحه نتلاقى به. ما بقى صراحه نتلاقى به، ما نكذبش عليك. ما نتفارقش انا وياه حتى يجيو البوليس، والله لا تفارقت معاه حتى يجيو المخزن هما يفكوا بيناتنا. ان هذا عايرني، كيعايرنا في شرفنا، كيعايرنا في القيم ديالنا، كيعاير امي واختي ومرتي. هذا الكلب هذا كيعاير لنا الشرف ديالنا المغاربه. هذا راه خصنا نوضعوا شكايه عاجله لوكيل الملك، فهمتيني؟ جلاله وكيل الملك باش يتخذوا الاجراءات اللازمه ضده. هذا راه ما خصش تفوت هذا الفيديو، راه ما خصوش يفوت غير هكذاك. راه خص شكايه ونتقابلوا معاه في المحكمه. انا ما غاديش نقول لكم اودي نمشيو نديروا شرع يدنا ولا ويني. هذا خصنا نديو التصيله دابا بين باباه للمحاكم ونوقفوا معاه المحاكم ونشوفوا هاد الهضره اللي كيقول. وراه ما قالش غير هاد الهضره اخوتي، راه سب في الدوله كامله، على اساس ان الدوله ما فيها لا تطبيب لا تدريس لا حتى شي حاجه. شوفوا شحال عاش في هاد البلاد، 14 عام هو ياكل ويشرب. وكون نكمل لكم الفيديو قسما بالله اللي هو مغربي حر ما يجيش الرقاد. والله لا جاك الرقاد بعدا وكنت تسمع لهذا السيد. هاد البغل هذا بزاف عليه حتى يكون بشر. هذا راه هادو الحشرات الضاره اللي تعيش معاك وتقرصك ودير لك فيروس. هادو هما الفيروسات اللي كيكونوا عايشين معنا، الخونه عايشين معنا. شوفوا التسلط والجبروت ديالو، حاس براسو انه فوق الخلق، فلسطيني فوق الخلق، مع ان العلم ان ديك الكلبه
ديال بنته اللي كانت هنا في البلاد وقالت لهم فلسطين احسن منا. باش فلسطين احسن منا؟ الاعانات كتمشي با منا من المغرب حتى لعند هاد فلسطين اللي راكم تحاضروا وتحل وتشرك في فمك، فهمتيني؟ هذا اللي راه يهضر ويشرك في فمو. الاعانات كتمشي، حنا كنساهموا كمغاربه، يعني انا كمغربي كنساهم في هذا الشيء اللي راه كتباهى به في فلسطين من ناحيه التطبيب ومن ناحيه التدريس. راه الفلوس حبيبي كتمشي لك من المغرب با، فهمتيني؟ اللي راه كتعاير في الخير ديال المغاربه، فهمتيني؟ بحال هذا البغل هذا عاد دخلوا تصادفوا في المغرب، بحال هذا الجرتيله هذا المتشرد هذا عاد انت تعطيه الخبز وتخرج له الخبز ديالك. راه الخبز صراحه حرام في هذا السيد هذا، قسما بالله لا حرام في هذا البغل هذا. ملي كنقول لكم الخوت راني من سمعت ديك الهضره اللي كيقول في حق ولاد بلادي وبنات بلادي، راني صراحه انا ما نقول لكمش راني هايج، راني ما نقولكش، راني كنحس بواحد الضغط، راني ما يعني كنمرض. انا من كنشوف بحال الشكل كنمرض صراحه، كنمرض. راني قلت لكم كنت تلاقى به راه ما يفكنا الا البوليس هو اللي يفكنا. بقى شاد فيه اسيدي اسمو راه كاين. انا هذا السيد والله لا طلق، والله لا طلقت منه للاسف الشديد. ما عرفتوش في كيعيش مع، والله ما نطلق منه. انا ضروري خص تحرك السلطات لهذا السيد هذا. راه بزاف على هذه المساله هذه، راه بزاف. ولينا كنشوفوا شي بغلات يدخلوا للبلاد ياكلوا ويشربوا، راك السبان في البلاد، في وسط البلاد، ماشي خارج البلاد، في وسط البلاد، فهمتيني؟ عاد فهمتيني كياكلوا ويشربوا وفي التالي كيشبعوا فينا سبان ويجوا خارجين بحال هذا البغل هذا. راه بزاف على هاد الطيبوبه، بزاف على هاد الشيء كنقولوا حنا، بزاف على بول القيد، فهمتيني؟ صافي فلسطيني صافي طلع فوقي وبدا تركل، صافي هاد الشيء اللي بقى. قسما بالله الى الاسرائيليين، اليهود الاسرائيليين الى ارحم من بحال هاد البشر. انا راه صراحه بدات كتضح لي الصوره امامي، راه بدات شي حوايج عباد الله راه كانوا كيغلمطونا صراحه. مي بدات كتضح الصوره صراحه. انا بعدا صراحه كنفضل الاسرائيليين يا اخي، ولو هاد الكمامر بحال هاد الشكل هذا. عمركم شفتوا شي اسرائيلي كيسب في البلاد؟ انا عمرني شفت. ولا يهودي. اليهود مشاو وخرجوا هذه 40 عام 50 عام ملي كيهضروا كيقول لك المغرب ديالنا حبيبنا، مالكنا حبيبنا. هاد الكلب هذا دخل المغرب كيستهزئ بالحضاره ديالو، ويستهزئ بولادو وبناتو، ويستهزئ بالبلاد، ويستهزئ بالتعليم، ويستهزئ بكلش. ضرب كلش في اللوكدون. هذا عاد تصارف معاه بحال هاد البلاد هادو، بحال هادو راه ما خصهمش يدخلوا للبلاد الاخوان. راه ما خص السلطات توضع حد لهاد الحشرات. يعني كنطالب السلطات باش تتحرك. انا ما عارفش مي باغي نوضع شكايه صراحه، ما نقول لكمش الاخوان، باغي نوضع شكايه بحال هاد الجراثيم هادو، بحال هاد الجراثيم هادو اللي عايشين في وسط البلاد. راه ما خصهمش يبقاو في هاد البلاد. المهم على هاد الكلام هذا راه ما خصوش يدوز هكاك. الى هنا اخوتي اخواتاتي، ليله سعيده والى الملتقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.